كيف يسقط سلطان لم تهزم له راية؟ كيف يعزل من العرش وهو لم يخسر حربا ولم يغزو قصره عدوا؟ ترى هل خانوه أم خانهم هو حين ظن أن العرش يحمى بالخوف لا بالقوة؟ في تلك الحلقة سنروي قصصا لم يسمع فيها صوت السيوف، بل حفيف أوراق مرسوم بالخلع وخاتم من البرلمان لا من السيف. وهكذا طويت صفحة عبد الحميد لا بالدم بل بالحبر. أهلا بكم في حكايات عثمانية تعود إليكم في قصة وحكاية. في سنة 1776 تولى عبد الحميد الثاني الحكم، والدولة العثمانية كانت كمن يحمل على كتفيه جرحين، جرح في الشرق اسمه التمرد، وجرح في الغرب اسمه الدين الخارجي. لكن لم يكن سلطانا كسابقيه. أغلق أبواب القصر وفتح أبواب المخابرات، ألغى الدستور وجمد البرلمان، وحكم منفردا 33 عاما. يبني المدارس ويمد السكك الحديدية ويحفظ القرآن عن ظهر قلب. لكن في دهاليز حكمه كان الشك أميرا لا ينازع، حتى أقرب الناس لم يسلموا من رقابته ولا قراراته. قيل إنه كان يخاف الكلمة أكثر من السيف، ولذلك خنق الصحافة وكتم الأفواه. ظن الناس أن صوت الأمة مات، وما مات بل كان ينتظر أن يبعث. في سنة 1908 عاد البرلمان من قبره باسم الحرية، وعاد الدستور وعاد الصوت. لكن عبد الحميد ما زال يحكم بعقلية الرقيب حتى وقعت حادثة 31 مارس. حصل تمرد في إسطنبول ودماء على الأرصفة، فاتهم السلطان بالتحريض، وجاء القرار من النواب حينها: السلطان يعزل. دخل عليه 4 رجال بينهم أعداؤه، ومنهم من كان يوما من خاصته. قرأوا عليه المرسوم بهدوء، فقال بهدوء: أنا أتنازل إنقاذا للدماء. خرج من القصر لا في موكب بل في مركبة صغيرة، ومضى إلى المنفى حاملا معه كتابا ومسبحة و1000 سؤال بلا جواب. حكم عليه بالاستبداد عند من ثاروا عليه، وحكم له بالحكمة عند من جاءوا بعده. لكن التاريخ لا يكتب بالعاطفة ولا يمحى بالخيانة. فهل سقط لأنه ظلم أم لأنه أطال البقاء؟ حين كان الرحيل أنسب؟ ذاك سؤال لا يجيب عليه إلا من فهم الفرق بين أن تحكم الناس وأن تحكم في قلوبهم. كنا معكم في قصة وحكاية من حكايات عثمانية، فشاركونا آراءكم في التعليقات وانتظرونا في الحلقات القادمة.